ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ النهارده هنعمل مع بعض اكبر مثلث بيتزا ممكن تاكلوه. بيتزا خطيره بالجبنه الشيدر، يعني حاجه كده تحفه. محشيه لحمه مفرومه وخضار، يعني بيتزا عائليه تكفي 4 5 افراد، لذيذه جدا جدا، وان شاء الله تعجبكم قوي. تعالوا نعمل مع بعض كده العجينه. اول حاجه انا بحضرها الخميره، بستخدم اي نوع خميره بقى براحتكم خالص. بجيب بولة واحط فيها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، عليها ربع كوباية من المية او نص كوباية، يعني على حسب بقى. تكون مية سخنة او دافية، تمام، يعني مغلية بس ايه، هادية شوية، يعني بردت شوية بمعنى اصح. ومع عليها معلقة من السكر، واقلبهم مع بعض واسيبهم على جنب، ايه، الخميرة تشتغل كده وتفور معايا. عم احضر باقي المكونات الجافة في العجان او في البول اللي هتعجني فيها. تحطي فيها 4 كوبايات من الدقيق، عليهم رشة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وحطوا بيكنج باودر يا جماعة، ما تخافوش خالص ابدا منه. وكمان كوباية من الزبادي ومعلقة كبيرة من المايونيز. والخميرة اللي احنا كنا راكنينها على جنب، خلاص الحمد لله بفضل الله فارت كده وعملت فقاقيع وخمرت معايا واشتغلت، يعني بمعنى اصح. ببدأ ان انا احطها وابدأ اشغل العجان بقى. بصوا براحتكم بقى، عجان بايديكوا وعجينه بقى. وهنا ابدأوا ضيفوا بقى لبن او مية بالتدريج، على حسب بقى ما انتوا عايزين تعجنوا بلبن او بمية. ولما العجينه تلم معاكي كده، قومي ضيفه لها معلقه من زيت الزيتون على الوش كده، وغطيها بالبلاستيك راب او بكيسه، وسيبيها في مكان تختمر معاكي. وتعالي نعمل مع بعض صوص البيتزا. بصوا، صوص البيتزا انا بحط ايه، معلقه كبيره من الكاتشب، عليها معلقه كبيره من الصلصه اللي هي الجاهزه، رشه ملح، رشه فلفل اسود، رشه سكر، ومعلقه كبيره من زيت الزيتون. وبقلب كل ده مع بعض وارفعهم على النار مع ربع كوبايه من الميه. ومجرد ما بيغلوا ويعملوا بابلز كده فقاقيع، بتبقى الصلصه معايا جاهزه. ممكن اضيف رشه من الزعتر او رشه من النعناع، مفيش اي مشكله خالص، او رشه من الريحان، على حسب بقى انتوا بتحبوا تنكهوا ايه او تاخدوا ريحه ايه في البيتزا. هنا بقى بدات ان انا بعد ما العجينه اختمرت، بدات ان انا افردها في الصاج او الصينيه اللي انتوا هتعملوا فيها البيتزا. وبعد ما بفردها الاول، بفردها على معلقه كده من الزيت. وبعد ما بفردها ببدا ان انا بشوكه وابدا ان انا اخرمها عشان ما تنفخش معايا قوي وتعمل زي العيش كده. لا، احنا عايزينها عجينه بيتزا، فابدا ان انا اخرمها واحط عليها صلصه البيتزا. واي حشو بقى انتوا حابينها. انا هنا ضفت او عملت، كان عندي عصاج من اللحمه المفرومه، عملنا قبل كده مع بعض كتير. هحط لكم كل اللينكات ان شاء الله في الديسكريبشن بوكس. فحطيت كده لحمه مفرومه، وحطيت خضار اللي هو كان عباره عن فلفل وزيتون. ولو عايزه اضيفي طماطم بصل براحتك بقى، دي حاجه ترجع لك انت. ممكن تضيفوا مشروم، بيبقى طعمه لذيذ جدا مع اللحمه المفرومه في البيتزا. وبس خلاص كده الحشوة بتاعتنا جاهزة. تعالوا بقى نضيف ايه الجبن. انا هنا بضيف جبنة موتزاريلا، جبنة موتزاريلا صافي. وبعد كده، بعد ما بضيف الجبنة الموتزاريلا، ببدأ ان انا اضيف ببشر مكعب كده كبير من الجبنة الشيدر. انا عندي الجبنة القوالب الشيدر، فببدأ ان انا ابشرها كده. يعني الناس اللي بتحب الجبنة الشيدر ضيفوها، الناس بتحب الرومي المبشور برضو ضيفوه، يعني براحتكم بقى يعني. دي حاجة ترجع لكم انتوا. في ناس بتحب الموتزاريلا صافي، انا بالنسبة لي بحب الموتزاريلا على الشيدر، فبيدي تيست حلو قوي. جربوها يعجبكم جدا. وبدخل بقى الصاج على الرف الوسطاني في الفرن. وتكون درجة حرارة عالية، او ممكن ما تحطوش على الدرجة على الرف الوسطاني، ممكن تحطوه على الرف اللي تحت. ما تشغلوش الشواية من فوق يعني، او ما تشغلوش النار اللي فوق. وابدأوا ان انتوا سووها، بتاخد بالظبط معاكوا من ربع ساعة لتلت ساعة، بتكون بعد 20 دقيقة جاهزة معاكي. ممكن بقى لو انتوا حابين تدولها وش كده من فوق، فحطوها على الشواية لمدة 5 دقايق، هتاخد وش وهتقرمش معاكي. والجبنة للناس اللي بتحب الجبنة متحمرة، فحطوها على الشواية هتحمر معاكم. بس خلاص البيتزا بعد ما خرجت 20 دقيقة بالظبط كانت جاهزة معايا. زي ما انتم شايفين كده العجينة ما شاء الله من تحت حلوة قوي، واخدة لون كريسبي كده واحمر حلو. وكمان العجينة كانت طرية وهشة، والحشوة بتاعتها لذيذة اوي. شايفين العجينة من ورا حلوة قوي. جربوها وان شاء الله تعجبكم جدا. بألف هنا وشفا. ان شاء الله استنوني في فيديو جديد. اشوفكم على خير في رعاية الله. مع الف سلامة.